هذا الجسد الذي بين جنبينا الآن الذي نعيش فيه أسرار وفيه آيات عظيمة. كلما مر زمان اكتشف الإنسان سرا في جسده، في عينيه، في أذنيه، في لسانه، في فمه، في شفتيه، في يديه، في قلبه، في أحشائه، في رجليه، في جلده، في شعره، في رمشه، في دموعه، في عرقه، أسرار وأسرار. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الله جل وعلا يقول راح نوريهم آيات ومعجزات مو فقط في الكون، في السماء والأرض والشمس، هذا راح يشوفونها، لكن راح أوريهم آيات في أجسادهم، في أنفسهم. إحنا اليوم للأسف الواحد فينا يدري إن جسمه معقد تعقيد وفي أشياء لا إرادية قاعدة تصير وحركات. والله لو جزء واحد منها يتعطل شوف شو يصير في الإنسان، شوف شلون يعيش هذا الإنسان. يعني شوف الكلية على سبيل المثال، بس الكلية لو جزء بسيط منها يشتغل يعيش الإنسان. كلية تروح، كلية الثانية هم تروح، يبقى جزء صغير يعيش يصفي الدم. لكن لو راحت كليته شوف الجهاز ايش كبره اللي قاعد يشتغل عشان بس يصفي شوي، بعد يصفي من دم الإنسان وما راح يطول مسكين من التعب. هذا الكلية الصغيرة لو بقى منها شيء صغير يعيش فيها الإنسان. شنو هالأعضاء وتعقيدها؟ شنو هالجسم هذا؟ شنو يعني القدرة الإلهية في كل خلايا الجسم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله يقول ما تشوفون؟ ما ترون في أجسادكم؟ اليوم حتى اللي يقرأ كتاب تشريح مال الطب، كتاب كبير جدا وأنا درسته، تقرأ في بعض الأشياء تجد إلى اليوم علماء الطب يقولوا هذا لا نعلم سبب وجوده، وهذا لا نعرف الحكمة منه، وهذا لا نعرف ما الهدف منه. إلى اليوم أجزاء في جسم الإنسان العلماء ما يعرفون حتى الحكمة منها. إن دل فإنما يدل على أن الجسد شيء معقد ضخم جدا، بل هو آية لوحدها من آيات الله عز وجل.